ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم ريفيو عن الفاونديشن ده من الاي جيرل او لا جيرل. الدرجه بتاعتي مبدئيا وورم بيج، لان دي دايما بتسال عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو ب 280 جنيه. تالت حاجه انا جايباه من عند ايناس. هسيب كل التفاصيل دي في الديسكريبشن بوكس، لاني دايما بقول التفاصيل دي في نص الفيديو او في اخر الفيديو، والاقي 6000 تعليق على الموضوع وجايباه منين وبكام ودرجتك ايه. جماعه انا قايلاه في الفيديو، مفيش، ما علينا. المهم ما علينا، انا النهارده هقول لكم كل حاجه في الفاونديشن ده. النهارده فيرست امبريشن، انا اول مره خالص ان انا اجرب الفاونديشن ده على وشي لسه النهارده، فهقول لكم انطباعي الاول عليه. يعني لو عايزين تعرفوا كل حاجه تخص الفاونديشن ده تابعوا الفيديو للاخر، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا عشان نبتدي. حاجة انا وزعت الناحية دي خلاص. الاول وزعته بصوابعي، دي اول حاجة لقيتها فيه، وبعد كده لقيت ان هو مش حلو اطلاقا بالصوابع. هو كويس بالفرشة. بالصوابع بيبتدي ان هو زي يطبع كده ويبقى مش مدموج كويس. يعني انا تقريبا معظم الفاونديشنات بعملها بصوابعي، ما عدا ده ما قدرتش خالص. الدرجة اللي معايا دي درجة وورم بيج، دي درجتي بالظبط. لو تلاحظوا بصوا، يعني هي ممكن تكون اغمق مني حاجة بسيطة قوي، بس هي يعني تعتبر درجتي تمام. اهم حاجة ان هو ما طلعش فاتح، يعني اشكرك يا رب. لو تلاحظوا ان الاماكن الحمراء اللي عندي زي شايفين شكلها بقى عامل ازاي. ده شكله بعد ما توزع بشوية، وده شكله اول ما توزع على طول. مش عارفه انتوا هتبقوا شايفين ولا لا. وبعد كده من الطبيعي هجيب البيوتي بلندر بتاعتي وهدمجه كويس قوي. هو طلع اغمق مني بحبه حلوين كمان. يعني مش عارفه، حاسه اني كنت محتاجه درجه افتح من كده، وهو على اصفر زياده عن اللزوم. يعني بعد كده لازم احط في رقبتي، وانا ما بكرهش في حياتي قد موضوع ان انا احط فاونديشن في رقبتي، ده بيضايقني قوي. بحس ان هو بيبتدي ان هو يعمل في الهدوم وكل حاجة تمام. وهسيبه شوية صغيرين عشان ينشف، وبعد كده هشوفه بقى بيطبع ولا ما بيطبعش وكل الكلام ده. بيطبع بس مش بالدرجة القوية، يعني او مش بالدرجة اللي تقولي ان هو فاونديشن بشع، بس هو بيطبع. هكمل مكياجي وهرجع لكم. اول حاجه خالص في الفاونديشن ده هتكلم عنها الكلام اللي هم كاتبينه على العلبه بتاعته من بره. بيقولوا ان هو التغطيه بتاعته من متوسطه لعاليه، وان هو بيعمل زي افكت كده للوش او فلتر للوش، وان هو بيقعد فتره طويله، وان هو ناعم قوي على البشره. ده الكلام اللي هم بيقولوه على الفاونديشن ده. وكاتبين ان هو اتش دي هاي ديفينيشن، وبيقولوا ان هو ينفع للتصوير، ان هو يعني اتش دي. وكاتبين بس ان هو زي بيلمع او بيدي زي احساس ان في ميه كده على وشك. عارفين الفاونديشنات اللي التغطيه بتاعتها مش مات؟ هو الفاونديشن ده كده. والفاونديشن ده 28 مللي. ده كل الكلام المكتوب على الفاونديشن. ومن ورا بقى المكونات، بصراحه انا ما بفهمش قوي في المكونات بتاعه الفاونديشنات والتركيبات بتاعه الفاونديشنات والحاجات دي، بس ده اللي انا فهمته يعني من الحاجات اللي مكتوبه عليه. المهم هتكلم على حاجه بالتفصيل فيهم. اول حاجه التغطيه بتاعه الفاونديشن ده، من انطباعي الاول عليه التغطيه بتاعته فعلا متوسطه، بس ما بيتبنيش لعالي. يعني التغطيه بتاعه الفاونديشن ده عمرها ما هتبقى عاليه ابدا. يعني لو عندك عيوب قويه قوي في بشرتك، يبقى ما يتهيأليش ان الفاونديشن ده هينفع معاكي. بس لو العيوب اللي في بشرتك متوسطه او يعني الى حد ما ماشي حالها، الفاونديشن ده هيبقى حلو قوي معاكي. الفاونديشن ده تقدري ان انت تبني الطبقات، يعني تقدري تحطي طبقات وتبنيها وتحطي طبقات وتبنيها. في فاونديشنات تاني بتبقى كيكي. يعني ايه كيكي؟ يعني بيبقى شكله تقيل على البشره، او بيبقى شكله ان هو خشن كده على البشره وبيخش في المسام والخطوط. ده منظر ان الفاونديشن بيبقى كيكي تمام. الحاجه اللي بعد كده في الفاونديشن ده، ان هما بيقولوا ان هو بيدي احساس ان هو عامل زي الفلتر كده على الوش. فعلا هو بيدي الاحساس ده بالظبط. انا كنت يعني ما قريتش الحاجات اللي مكتوبه عليه على الفاونديشن ده، واول ما حطيته حسيت ان في فلتر كده على وشي. ما كنتش اعرف اصلا ان هما كاتبين عليه كده، بس هو فعلا بيدي الاحساس ده. هو لونج وير ولا لا؟ انا لسه ما جربتوش، دي لسه اول مره. ناعم على البشره ولا لا؟ ناعم جدا.
انعم مما يمكن. تمام، دي الحاجات اللي هم كاتبينها عليه. فكل الحاجات اللي هم كاتبينها عليه صح، ما عدا ان هو بيقعد فتره طويله ولا لا، لان انا لسه ما جربتش هو بيقعد فتره طويله ولا لا. نيجي بعد كده بقى انطباعي انا الشخصي بعيدا عن الكلام اللي هم كاتبينه عليه. اول حاجه خالص، الفاونديشن بالنسبه لي عباره عن ايه؟ عباره عن تغطيه، بيخش في المسام ولا لا، بيثبت ولا لا، شكله ايه على البشره، وبيتاكسد ولا لا. مبدئيا الفاونديشن ده ما بيتاكسدش، لان انا اوريدي جايبه درجه اغمق مني، درجه وورم بيج دي تعتبر اغمق مني بدرجه. الفاونديشن ما اتاكسدش، بقالي زي ساعه دلوقتي حطاه. تاني حاجه، بيدخل في المسام ولا لا، وبيدخل في الخطوط ولا لا. لحد دلوقتي لسه ولا دخل في المسام ولا دخل في الخطوط. تالت حاجه من الحاجات اللي عجبتني قوي 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 فيه، هي ان هو ناعم 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 على قد ما تقولوا قولوا. انا مش حاسه ان في فاونديشن على بشرتي ناعم بطريقه مش طبيعيه، ما جربتش فاونديشن ناعم بالطريقه دي قبل كده. بالنسبه لان هو بيدي احساس الفلتر على الوش ولا لا، او بيديكي احساس كده ان كانك وشك ما فيهوش عيوب خالص، انا حسيت الى حد كبير، يعني مثلا بنسبه من 60 ل 70% كده. انا عندي الاماكن اللي في جناب وشي دي محمره فبارزه شويه عن الجلد، فدايما لما بستخدم فاونديشن خشن او فاونديشن مش حلو بيبين الحته دي كانها مرمله كده، او كانها فيها حبوب تحت الجلد صغيره، مع اني لما ببقى مش حاطه فاونديشن ما بتبقاش باينه ان هي شكلها كده. فالفاونديشن ده حللي المشكله دي تماما معاها، مش حاسه ان هي معلق كده في الحبوب دي الصغيره دي. فمعنى كده ان انت لو عندك حبوب تحت الجلد هيبقى حلو قوي قوي معاكي، لان هو ما بيعلقش فيها. الفاونديشن ده ينفع لانهي بشره بالظبط؟ انا شايفه ان هو ينفع للبشره من الجافه للعاديه، او من العاديه للجافه. بيتهيالي البشره الدهنيه مش هيبقى حلو قوي معاها، بيتهيالي يعني، مش عارفه. انا بشرتي جافه جدا جدا جدا، وكان حلو قوي معايا، من الفاونديشنات اللي ما علقتش معايا، شكلها طبيعي على البشره جدا. نيجي لخامس او سادس حاجه فيه، ان هو بيديكي احساس ان انت كانك حاطه هايلايت بس من غير ما تبقي حاطه هايلايت. البنات اللي ما بتحبش الهايلايت، لان الهايلايت عموما مهما كان نوعه بيبقى فيه حبيبات رفيعه كده، هي اللي لما بيجي عليها ضوء الشمس بتعكس وبتقلب بمنظر الهايلايت ده. في ناس ما بتحبش الاحساس ده، بتبقى عايزه فعلا فعلا احساس الميه. فالفاونديشن ده هيديكي الاحساس ده. لو انت بشرتك جافه قوي قوي زيه ورطبتي تحتيه وحطيتيه هيبقى فوق الفظيع معاكي. دي كل المميزات اللي انا شفتها فيه. كمان في حاجه تاني انا عايزه اقولها، الفاونديشن ده بيتحط بايه؟ الفاونديشن ده تقدري ان انت تحطيه بالفرشه وبعد كده ترجعي تطبطبي عليه بالبيوتي بلندر. مع البيوتي بلندر بس حسيت ان البيوتي بلندر بتبتدي ان هي تشربه، او بيبقى التغطيه بتاعته مش واو. الفاونديشن ده ما بيتحطش بالصوابع، لان الصوابع بيبتدي ان هو عشان هو سايل قوي او قوامه سايل جدا جدا، بتحسي ان هو لما بتيجي تحطي صوابعك كانها بتطبع، مش زي الميلاني مثلا، مش زي مثلا الجوردان، مش زي الفلورمر، مش زي كل الحاجات دي. حتى الهيلثي ميكس ممكن ان انت، او بتاع بورجوا هيلثي ميكس يعني، تقدري ان انت توزعيه بصوابعك، لكن ده ما تقدريش ان انت توزعيه بصوابعك لان هو قوامه سايل كده، او عامل شبه بيقع كده منك. فدي حاجه برضو حطيها في دماغك، ان انت لما تيجي تستخدميه لازم تستخدميه بفرشه وبعد كده ترجعي تطبطبي عليه بالبيوتي بلندر عشان يبتدي يبقى ناعم على الوش. دي كل المميزات اللي في الفاونديشن ده. العيوب انا لحد دلوقتي لسه ما شفتش عيوب يعني، او ما شفتش منه اي حاجه خالص. لسه كل الحاجات اللي انا شايفاها منه مميزات. هرجع لكم تاني على بالليل، اكون مثلا قعدت بيه 7 ساعات او 8 ساعات، وهقول لكم كان شكله عامل ازاي بعد 5 ساعات وبعد كده بعد 8 ساعات، عشان نعرف نحكم بالظبط على الفاونديشن ده. لحد دلوقتي شايفاه بقاله 4 ساعات دلوقتي على بشرتي. بالعكس انا حاسه ان هو كل ما بيقعد على البشره كل ما بيبقى زي كانه بيدخل جوه البشره، او كانه بيندمج مع البشره زياده. اول ما حطيته حسيت ان هو يعني تقيل شويه على البشره، ده في الاول خالص اول ما حطيت الفرشه على وشي على طول. بعد ما سبته شويه عبال ما خلصت الميك اب بتاعي حسيت ان هو ساح مع وشي. دلوقتي بقيت حاسه ان انا وشي خلاص يعني مفيش اي حاجه، بس مش وشي بعيوبه، لا وشي بس العيوب متداريه. ده رايي فيه لحد دلوقتي بعد تقريبا 4 ساعات او 4 ساعات ونص انا حطاه. هرجع لكم على الساعه 8 او الساعه 9 كمان 5 ساعات كده عشان اقول لكم بالظبط رايي فيه ايه. ممكن كمان لو مطولين يعني لحد 1 وسهرانين معايا مفيش مشكله. وبس كده نتقابل على الساعه 9. واخيرا خلاص كده عدى 10 ساعات. انا دلوقتي الساعه 10 بالليل، وانا كنت بصور من الساعه 12 الظهر زي ما قلت لكم، او مش فاكره قلت لكم ولا ما قلتلكوش. المهم يعني اني دلوقتي الساعه 10 خلاص كده المفروض ان انا همسح الميك اب. مش مصدقه نفسي ان انا همسح الميك اب. انا بس شلت الرموش لاني مش بستحمل الرموش على عيني فتره طويله، وخصوصا لو مش في مناسبه او مثلا مش بره في حته مهمه فمشغوله. لكن طول ما انا قاعده مركزه مع الميك اب او ببص على بشرتي كل شويه بلاقي نفسي
نفسي ان عيني وجعاني من الرموش مهما كانت خفيفه، بحس نفسي ان انا ما بستحملهاش. المهم يعني ما علينا، ما تركزوش مع الرموش. رايي الاخير في الفاونديشن ده، الفاونديشن ده بعد 10 ساعات شكله ايه على وشي؟ شكله ان هو على وشي ابتدى يروح، بس ابتدى يروح بطريقه حلوه، مش مبقع يعني مثلا، مش راح من هنا وساب هنا وراح من هنا وساب هنا، لا ابتدى كله يخف من على البشره بس بطريقه طبيعيه زي ما حطيته بالظبط الصبح، نفس الطريقه بالظبط، كانك حطيتي او كانك دلوقتي حاطه بيبي كريم، حاجه خفيفه كده مدريالك العيوب مثلا بنسبه 50% او 40%. الكلام ده بعد 10 ساعات في فاونديشن، فاللي هو بجد كويس قوي. ما دخلش في الخطوط على مدار اليوم خالص، ما دخلش في المسام برضو خالص، ما علقش في القشور او في الحتت الناشفه اللي عندي. شكله مش كيكي خالص على البشره. معظم الفاونديشنات اللي انا جربتها بيحصل حاجه من الاتنين بعد 10 ساعات، يا اما ان هو بعد 10 ساعات بيبقى راح خالص من البشره وكاني ما كنتش حاطه حاجه، يا اما بيبتدي ان هو يبقع كده ويبقى مأكسد ويبقى شكله كيكي على البشره، ويبقى معلق معايا في الحتت الناشفه، بيعلق. الفاونديشن كان معايا بطريقه مش طبيعيه. الفاونديشن ده بجد اختراع، وندمانه ندم عمري ان انا ما جربتوش من قبل كده او ما جربتوش من زمان. الفاونديشن ده يستاهل كل جنيه اتدفع فيه. قاعد معايا 10 ساعات. الفاونديشن ده بيقعد فعلا بجد. اقدر ان انا اقارنه بميلاني، بس طبعا ميلاني التغطيه بتاعته عاليه، بس قلبي مش مطوعني اقول لكم ان انا حبيته اكتر من ميلاني، بس انا مش هقدر احكم عليه الحكم الفظيع او مش هقدر اديله المرتبه العظيمه دي في حياتي بسرعه كده. بس كانطباع اول انا شايفه ان هو حلو قوي قوي قوي. ينفع زي ما قلت للبشره من الجافه للعاديه او من العاديه للجافه. بيتهيالي ان هو ما ينفعش للبشره الدهنيه. ثباته كويس قوي قوي قوي، طبيعي جدا على البشره كانه بشرتك. ممتاز، مش هقول فيه اكتر من كده. وهسيبكم بقى عشان اروح امسح الميك اب لاني مش مصدقه نفسي، حاسه ان انا جالي افراج. بس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب